السلام عليكم ورحمة الله. إن الرزق أمر غيبي لا حيلة للإنسان فيه، وإن كان الواجب على من له قدرة على الحركة والسعي أن يعمل ويكد من أجل الحصول عليه، بل وعليه أيضا أن يضاعف من حركته حتى يعول من لا قدرة له على السعي ولا على الحركة، لأنه لو سعى كل منا على قدر ما يحتاج فقط لما وجد فائضا يعطيه من لا يقدر عليهما، ولو أنتج الزارع ما يكفيه فقط لحدثت مجاعات. إن كل منا له رزق معلوم لا يتعداه ولا يذهب إلى غيره، وهذه مسألة مقدرة منذ الخلق إلى يوم القيامة. إن أقوات الأرض لكل منا رزق معلوم فيها. إن هذا يبدو واضحا جليا في قصة يوسف عليه السلام كما جاءت في القرآن الكريم. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وهكذا نعلم من قوله تعالى: قبل أن يأتيكما أنه مقدر لأصحابه قبل أن يصل إليهم، وأنه لا بد واصل إليهم لا محالة، وأنه كالعمر كلاهما مقدر وكلاهما مكتوب لا زيادة فيه ولا نقص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المعنى: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله، وهل هو شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه القول فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأعود فأقول: إن الذي يمكن أن يزيد ربما يكون الكسب، فهذا يقتضي الأخذ بالأسباب. ومرة أخرى أقول: إن الكسب غير الرزق، ما تملكه ليس رزقك، فكيف؟ لو أن إنسانا يملك نصف الدنيا فهي ليست رزقه، قد تكون ناتج عمله وقد تكون كسبه، ولكنها ليست رزقه. ولو أنه وهو يملك نصف الدنيا ينفق كل يوم 4 أو 5 جنيهات على نفسه فهذا هو رزقه. قد يشتري كميات كبيرة من الطعام ولا يكون رزقه منها شيئا، كأن يصاب بمرض يقول له الأطباء: لا تأكل إلا كمية صغيرة من الخضر المسلوقة وقطعة صغيرة من الخبز، ويرى كل ما اشتراه من أشهى أنواع الطعام والشراب ينظر إليه بحسرة ولا يأكل منه شيئا. إنه يشتهيه ولكنه لا يستطيع أن يتمتع به. إنه في بيته يملكه وهو من ماله لكنه ليس رزقه. وإذا حاول أن يأكل مغامرة منه أو تحديا لأمر الطبيب إن ذلك يسبب له آلاما شديدة في معدته ولا تحتمله أكثر من دقائق ثم تطرده مرة أخرى، لأنه ما دام ليس رزقه فلن يبقى في جوفه مهما تحايل للحصول عليه أو أن يأكله. لقد تحدثنا عن الرزق الحرام وكيف أن الرزق ابتلاء من الله للإنسان. يأتي الشيطان ليخوفك حتى تتخذ طريق الحرام في الحصول على الرزق، ولو أنك صبرت قليلا لجاءك هذا الرزق حلالا، لأنه ما دام رزقك فلا بد أن يأتيك. وفي هذا الفصل أيضا تحدثنا عن رزق الكافر والمؤمن في الحياة الدنيا، وقلنا إن رزق الكافر قد يكون أكثر من رزق المؤمن في الدنيا، وأن متاع الكافر في الحياة الدنيا أكثر من متاع المؤمن، لأن الكافر يوفى عمله كله في حياته الدنيوية، أجره كله في الدنيا. وبينا حقيقة الكسب الحرام وهو ما لا ينتفع به
وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يسلط على من يكسب حراما الكوارث والمهلكات، كأن يسلط المكيفات التي تضره وتفني ماله، أو يسلط عليه الأمراض التي تفني المال ولا يشفى، أو يسلط عليه الداءات كالقمار فتفني المال ولا يبقى منه شيئا. ولا بد أن نتناول ما يشاع عن أن هناك أشياء تجلب الرزق أو تزيد فيه مثل الأحجار الزرقاء وغير ذلك، وعن كيفية عطاء الله للرزق الوفير لأولاد الرجال الصالحين، وعن الصدقة وكيف لا ينقص المال منها. هذا ما سنتناوله بإذن الله في الفصل التالي. هل الرزق يزيد وينقص؟ يتساءل كثير من الناس عن الرزق، وهل يزيد أو ينقص، أم أنه لا تعتريه زيادة أو نقصان؟ وهل هناك أشياء تحفظ الرزق من الزوال، أم أن الإنسان رزقه محدد بصرف النظر عن سلوكه في الحياة الدنيا؟ وهل هناك أعمال تجلب الرزق وأعمال أخرى تجعله شحيحا؟ إن بعض الناس يتحدث عن أحجار وأحجبة تزيد في الرزق، فهل ذلك صحيح؟ وهل إنجاب البنات يوسع الرزق كما يقول كثير من الناس؟ ونقول إن معنى تحديد الرزق أساسا هو عدم خضوعه لأسباب البشر، لأنه خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وحده. وما دام الله يرزق من يشاء بغير حساب فالمشيئة مطلقة، والله سبحانه وتعالى بيده الرزق، يزيده إن شاء وينقصه إن شاء، ويمسكه أي يمنعه إن شاء. وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إن الله إن أمسك رزقه فلن يوجد رازق غيره سبحانه يمد الناس باحتياجاتهم. ويقول الحق سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن الكريم: وارزقوهم فيها واكسوهم. إن من كرم الله سبحانه وتعالى أنه أطلق على خلقه صفة من صفاته، حيث أنهم يرزقون غيرهم. لقد احترم سعيهم في سبيل الرزق فنسبه إليهم، رغم أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه جعل عباده وسيلة لمناولة الرزق لغيرهم. فالأب ينفق على أولاده وعلى زوجته ورزقهم مضمون في رزقه، والرجل الصالح ينفق على الفقراء والعاجزين عن الرزق. ويجب أن نفهم أن هناك فرقا بين الإيجاد من عدم وبين توجيه الشيء الموجود في يدك إلى يد غيرك. إن الله جل جلاله يسمي ما تنفقه على غيرك رزقا ويسميك رازقا. هذا خلق الله. عندما يصنع الإنسان رغيف الخبز أو يأتي بالطعام ويعطيه للفقراء فهذا رزق لأنهم ينتفعون به، ولكنه رزق من موجود، لأن القمح كما قلنا خلقه الله، والطعام خلقه الله، أعطاه الله سبحانه لنا من عدم، أي من غير سابق وجود. فكل ما في هذا الكون في أوله تم بالخلق المباشر. حبة القمح الأولى وشجرة التفاح الأولى وأشجار الغابة الأولى، كل هذا خلقه الله على الأرض في بداية الكون خلقا مباشرا على غير موجود سابق. أما أنت فإنك أخذت هذا الموجود وصنعته وجعلته رزقا لمن لا يملك من العباد. لقد أعطاك الله سبحانه وتعالى الحبة الأولى والثمرة الأولى والشجرة الأولى، وجعل هذه تتكاثر لتعطيك مئات ومئات تزرعها فتخرج منها سنابل تعطيك مئات ومئات. أما أنت فعطاؤك من موجود وهو أيضا محدود. إذا صنعت رغيفا لا يتكاثر ليعطيك مئات الأرغفة، وإذا صنعت طعاما لا يتكاثر ليعطيك كمية أكثر من الأطعمة. ذلك لأن الله هو صانع الحياة وخالق جميع الأرزاق. أما أنت فمجرد مستخدم لما خلق الله انتفعت به أو بذلته للناس. والفرق بين عطاء الله سبحانه وتعالى وعطاء البشر
أن الله يوجد من معدوم وأنت توجد من موجود. فرق آخر بين ما يوجده الناس ويوجده الله. الله يخلق ما ينمو وما يتكاثر ذاتيا، وأنت توجد ما لا يتناسل ولا يتكاثر. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي يقول الحق سبحانه وتعالى: إن من عبادي من صلاحه في الغنى فلو أفقرته لفسد حاله، ومن عبادي من صلاحه في الفقر فلو أغنيته لفسد حاله، ومن عبادي من صلاحه في العافية فلو أمرضته لفسد حاله، ومن عبادي من صلاحه في المرض فلو عافيته لفسد حاله. إذن فالرزق ككل أقدار الله يجري بحكمة بالغة لا نفهمها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. وعفوا من بعض الأصوات المزعجة، تعرفون يعني كيف هي الأحياء الشعبية.